السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هناخد أول درس من دروس المنطق بعنوان تعريف المنطق. في البداية كده يا شباب عايزين نعرف علم المنطق. هناخد الأول التعريف اللغوي. التعريف اللغوي لكلمة منطق في اللغة اليونانية هي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة لوجس، وهي تعني الكلمة أو العقل. في اللغة العربية هي كلمة مشتقة من النطق وتعني الكلام الصادر عن التعقل. طيب إيه هو يا شباب التعريف الاصطلاحي؟ التعريف الاصطلاحي معناه إن هو بيدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح، بمعنى إن هو بيبحث في القواعد المتعلقة بجميع حقول التفكير في العلم والحياة. يعني هنا بيهدف لاستخلاص المبادئ العقلية العامة اللي بتنظم الفكر الإنساني بصفة عامة في كل مجالات العلم والحياة. طب احنا دلوقتي يا شباب عايزين نعرف المنطق في حياتنا اليومية. في البداية عايزين نعرف ان الانسان لما بيفكر في حل اي مشكلة معينة فهو في الواقع بيقوم بنوع بنسميه من المحاولة والخطأ ذهنيا. يحاول كده يستعرض الحلول في ذهنه المختلفة للمشكلة، يرفض الحلول الخاطئة وغير الملائمة، ويبدأ ان هو يختار الحل اللي بيشوفه من وجهة نظره ان هو ملائم وصحيح. معنى كده يا شباب إن ممكن الإنسان العادي يستخدم قواعد التفكير السليم اللي هي المنطق في حياته اليومية من غير ما يكون دارس لعلم المنطق. فكتير مننا بيمارس بالطبيعة النوع ده من التفكير واللي بنسميه التفكير المنطقي. ملحوظة وخلي بالك، ممكن نستخدم القاعدة المنطقية دون دراسة المنطق، وهي إن ما يصدق على الكل يصدق بالضرورة على الجزء الذي يندرج تحته. مثال على كده يا شباب، لو ظهرت نتيجة امتحانك وانت ما قدرتش تروح بس زميلك قالك ان كل الطلاب ناجحون، فانت بتستدل ان انت ناجح. فهنا بتساعد دراسة قواعد التفكير في إزالة اللبس والتمييز بين المتشابهات والوصول للنتائج الصحيحة. يعني لو قمت من النوم لقيت الأرض فيها مية هتستدل على طول ان الدنيا مطرت، والاستدلال ده هو المنطق، هو جوهر المنطق.